عمرك حسيت انك بتجري ورا حاجات كتير في حياتك، بتتعب ومفيش نتيجة؟ يمكن السر مش في تعبك، السر انك تسلم حياتك للي شايف كل حاجة وتقوله يا رب دبر حياتي. فاكر يوسف الصديق، الولد اللي اتباع وبقى في السجن، وحياته كانت باين انها كلها ضياع، بس في الاخر ربنا دبر له مكان عالي وبقى سبب عيشة كويسة لكل الناس اللي حواليه. حياتنا ساعات بتبقى زي يوسف، بنحس اننا تايهين ومفيش امل، بس لما نسلم كل حاجة لربنا كله بيتدبر. كتير مننا بيحاول يخطط لكل حاجة، الشغل، الدراسة، العلاقة، بس مهما عملنا وتعبنا ساعات النتائج بتكون مش قد توقعاتنا، وهنا بيجي دورنا نسلم ونقول يا رب دبر حياتي، ونؤمن ان اللي شايف بكرة احسن مننا هو اللي هيدبر حياتنا باللي محتاجينه. في قلب الانسان افكار كثيرة، ولكن مشورة الرب هي التي تثبت. آية بتأكد ان مهما خططت خطة ربنا دايما افضل. سيبك من القلق وابدأ حياتك بكلمة واحدة، يا رب دبر حياتي. لو نفسك ربنا يدبر حياتك صلي معايا دلوقتي بكلمة بسيطة، يا رب دبر حياتي. وكمان ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل حد محتاج يسمع الكلام ده.